تانية هناخد مع بعض النهاردة. أول حاجة اتعلمنا نكتب موضوع تعبير. ايه أول حاجة بقى بنتعلمها تاتا كده تاتا تاتا كده مع بعض؟ ايه هي؟ وصف الصورة. خلاص، أول حاجة في الكتابة بنتعلمها وصف الصورة. ركز. ماشي، طيب وصف الصورة أنا بستخدم ايه عشان لما أشوف صورة زي دي أعرف أتكلم عنها؟ بستخدم ايه أو بعمل ايه؟ 4 حاجات: وصف وصف وصف، استخدام، وصف وصف وصف، استخدام. اول حاجه بوصفها ايه؟ الشخصيات اللي قدامي اللي انا شايفهم بتكلم عنهم. الشخصيات اللي قدامي اهي: اطفال يلعبون، هنا قطه بنت ومعها قطه، ما دي اللي موجودين في الصوره انا بتكلم عنهم. طيب تاني وصف بوصف ايه؟ المكان اللي هم فيه، ان هم هنا في النادي. طيب تالت حاجة بوصف النادي، أو الأول في الوصف المكان بوصف المكان وكل حاجة أنا شايفها فيه بقى. لو المكان فيه سبورة، لو المكان فيه مكتب، لو المكان فيه مكتبة، لو المكان فيه كرسي، بوصف كل اللي أنا شايفه في الصورة. في المكان بوصف كل اللي أنا شايفه في الصورة. طيب وتالت حاجة وصف المشاعر. أوصف المشاعر اللي أنا شايفها. أنا شايفهم يشعرون بإيه؟ بص كده، يشعرون بإيه؟ بالسعادة. خلاص. طيب واخر حاجة لازم استخدم ايه؟ مش انا قلت وصف 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 استخدام؟ الاستخدام ده استخدم ايه يعني؟ استخدم كلمات واضحة وبسيطة. استخدم كلمات واضحة وبسيطة. كلمات واضحة وبسيطة هي كلمات تبقى بسيطة مش صعبة كده وما تبقاش عارف تقولها ولا تكتبها، وفي نفس الوقت ما ينفعش اكتب كلمات ما ينفعش اكتبها في الامتحان ولا في الواجب. يعني ما ينفعش اقول انا شايف الاطفال بيلعبوا بالكوره، لا ما ينفعش اقول كده. الاطفال يلعبون بالكره او يلعبون كره القدم. خلاص. أو اقول هنا البنت ايه؟ تسقي القطه. خلاص، البنت تسقي القطه. لا، مم. تشرب القطة. ما هي بتسقيها، البنت هي اللي بتسقيها، مش هي اللي ماسكه الطبق اللي فيه الميه. طيب البنت او القطه تشرب من يد الايه؟ من يد البنت. خلاص. والمكان هنا شكله ايه؟ حديقه وبها اشجار. تمام، ده المكان. طب وصف المشاعر، اوصف مشاعر البنت ايه؟ تشعر بايه؟ بالسعاده. خلاص. طيب تعالى نشوف كده بيقول ايه. بيقول لك هنا الاطفال يلعبون بكره القدم. كده ايه؟ اول حاجه اتكلم عنها الشخصيات اللي شايفها، الناس اللي شايفهم. الشخصيات يعني الناس اللي جوه الصوره. بعد كده بيقول لك الاطفال يبتسمون يبدون سعداء، ده الاطفال مبسوطين. المكان ايه؟ الساحه واسعه، المكان واسع، والسماء صافيه، والشمس مشرقه. الصوره بتعبر عن النشاط والفرح وحب اللعب. خلاص. دي الحاجات اللي قلت لك لازم استخدمها او اتكلم عنها في وصف الصوره: وصف الشخصيه، وصف المكان، وصف المشاعر، استخدام كلمات واضحه وبسيطه. طيب في الصورة دي بقى احنا اللي هنكمل بقى. في الصورة اللي انت شايفها نرى طفلة تعطي الماء لمين؟ بتدي المية لمين؟ للقطة. مش انت شايف كده؟ يبقى هنقول للقطة. الطفلة والقطة يجلسان تحت الشجرة. الطفلة تبتسم ويبدو عليها الفرح. الصورة تعبر عن ايه بقى؟ ايه على الحيوانات؟ الحيوانات سعيدة. لا، هي ممكن اقول الحنان. هي بتحنو على الحيوانات. حنينه، يعني البنت دي حنينه. فاهم؟ فاهمها ولا لا؟ أو قول. تسعد القطة. تسعد الحيوانات. ماشي، بس هنا بيقولك عشان على الحيوانات انا ملتزمه بايه؟ بالجمله اللي هو كاتبها. الصوره تعبر عن الحنان مثلا على الحيوانات. خلاص. طيب تعالى نشوف هنا كده. بيقولك لاحظ الصوره واكتب اللي انت شايفه. اول حاجه هكتب ايه؟ هوصف مين؟ الشخصيات، الناس اللي جوه الصورة. هقول ايه؟ يوجد ايه وايه وايه؟ يوجد اب وأم وأخ وأخت. حلوة قوي. تاني حاجة المكان، اوصف لي المكان. البيت. وهم بيعملوا ايه؟ يفطروا في البيت. يبقى انا هنا يوجد بنت اب وام وبنت وولد، او اخ واخت يفطرون. او هم بيفطروا ولا بيتغدوا؟ اعتبرها بيفطروا. مش انا شايفه الاكل كله خضار، فهي اعتبرها ايه؟ بيفطروا. ماشي، يفطرون معا، بيفطروا مع بعض. المكان فين؟ في البيت. يفطرون في بيتهم. تالت حاجه بوصف ايه؟ المشاعر. واقول ايه؟ هم يشعرون بالسعاده. الصوره بتعبر عن
تعبر مم. عن حب الأسرة مثلا، عشان مش دول بيحبوا بعض ودول أسرة. خلاص، يبقى مثلا ممكن أقول حب الأسرة، الود. فاهم؟ طيب هنا بقى في الصورة يسقي الطفل، بيسقي ايه؟ النباتات. ماشي. في الصورة حديقة شكلها جميل. جميل، يبتسم الطفل ويبدو سعيد. سعيدا. الصورة تعبر عن مم. ولد يسقي النباتات. ماشي، بس هنا الولد سعيد. سعيد. الصورة تعبر عن الولد الفرح والنشاط وحب النباتات. ماشي، خلاص. طيب هنا ألاحظ الصورة وأوصفها، أنا شايف إيه؟ ولد يوجد ولد فاز بالجائزة مثلا. ماشي. طيب المكان فين؟ في المدرسة. خلاص. طيب الولد مبتسم ويشعر بإيه؟ سعيد. بالسعادة. الصورة تعبر عن نشاط. ماشي، وإيه كمان؟ كسب أو اتخرج، يبقى كده إيه؟ نجاح ولا فشل؟ نجاح. يبقى الصورة بتعبر عن إيه؟ النجاح الولد. نجاح الولد. خلاص، سهلة ولا صعبة؟ صح. نقول لهم إيه؟ أوسطها. باي.